صحيت من النوم على صوت حد بيناديك باسمك. مش غريب صح؟ طب لو قلتلك إنك ممكن تسمع صوت حد بيناديك وإنت عارف كويس إن مفيش حد في البيت غيرك. اللي هحكيهولكوا دلوقتي مش قصة سمعتها، دي حاجة حصلت لنا، وفي مكان ناس كتير بتخاف تقرب له أصلا. عزبة الزرانيخ جنب طريق الإسماعيلية الصحراوي. المكان ده الناس هناك بتسميه باسم واحد بس، المنطقة اللي ما بتردش على اللي بيناديك. مساء الرعب عليكم. قبل ما نبدأ اقفل النور والبس السماعات وخلي ظهرك للحيطة، علشان اللي جاي مش سهل. كنا 5 صحاب، أنا وكريم وسيف ومروان وحمزة. طلعنا نقضي يومين في استراحة مهجورة هناك. كانت فكرة هزار وكده في الأول، لحد ما صاحب الأرض قال لنا جملة غريبة جدا: لو حد ناداك بالليل حتى لو بصوت أمك هي اللي بتناديك ما تردش، واوعى تروح هناك. ضحكنا طبعا لحد أول ليلة. كنا قاعدين بنشرب شاي، فجأة كريم قام وقال: هو انتوا حد فيكم بينادي عليا؟ بصينا لبعض، محدش اتكلم. لقيناه بيقول لنا تاني: أنا سامع صوت أمي بتناديني. قلنا له: اقعد، ده انت شكلك بتهزر ولا تلاقيها تهيؤات. بس هو ما سمعش كلامنا، سابنا وخرج. مر دقيقة أو دقيقتين وجينا ننادي عليه، ما بيردش علينا. رنينا عليه بالتليفون، لقيناه رد بس مفيش صوت. المكالمة كانت مفتوحة بس مفيش أي نفس ولا أي حركة، كأن اللي ماسك التليفون مش إنسان. مروان جري بره وهو بيصرخ: كريم، كريم! خرجنا وراه، والشارع كان مش طبيعي. ضباب تقيل، الهوا واقف ما بيتحركش، وكل البيوت حوالينا كأن فيها ناس بتراقبنا من الشبابيك. سيف قال لنا: يلا نرجع، المكان اللي احنا فيه ده كده غلط. بس حمزة قال له: لازم نلاقيه. وقتها سمعنا الصوت ده. مروان، الصوت كان جاي من آخر الشارع، نفس صوت كريم بس متكسر كده وبطيء وتحسه مرعب. مروان جرى عليه واحنا وراه. كل ما نقرب الصوت يبعد، لحد ما وصلنا لقينا بئر قديم ومهجور، والمية جواه سودا. بصينا جوه، مفيش حاجة، بس فجأة سمعنا حد بيقول: الحقوني. الصوت كان طالع من تحت، من جوه المية. مروان قعد على ركبته وكان بيمد ايده جوه، وفجأة حمزة شده وصرخ: اوعى تبص في عينيه. مروان بصله، قال له: مين؟ قال له: اللي تحت ده مش كريم. رجعنا الاستراحة بالعافية، قفلنا كل حاجة ومحدش كان عارف ينام. لكن في نص الليل الباب خبط علينا: افتحوا، أنا كريم. نفس الصوت بالظبط. حمزة قال لنا: لو فتحته مش هنعيش. لكن فجأة بدأ يعيط الصوت اللي كان بينادي علينا من بره: أنا بردان، افتحولي بالله عليكم. لكن سيف ضعف وقام يفتح الباب.
واحنا بنصرخ فيه وبنزعقله، لكن فات الأوان. الباب اتفتح وكان واقف كريم، بس وشه شاحب وعينيه سودة بالكامل، بيبتسم ابتسامة مش ابتسامة إنسانية خالص. لقيناه بيقول لنا اتأخرتوا عليا ليه؟ فجأة النور قطع، قعدنا نصرخ، ولما النور رجع لقينا سيف اختفى والباب كان مفتوح تاني. جرينا نقفله، لكن لقينا على الأرض آثار رجلين طالعة لجوه مش خارجة. قعدنا لحد الصبح مرعوبين. أول ما النهار طلع هربنا من المكان وبلغنا الحكومة ودورنا على كريم وسيف، بس مفيش أثر. عدى شهر، كل حاجة رجعت طبيعية، أو كده كنا فاكرين. وفي يوم وأنا لوحدي في البيت سمعت الصوت ده. تعالى تعالى. الصوت كان جاي من المطبخ. قربت، لقيت المراية، شايف نفسي، بس أنا مش اللي واقف فيها. الانعكاس كان بيبتسم وقال دورك جه. من يومها أنا ساعات بصحى في أماكن مش فاكر رحتها إزاي، وصحابي بيقولوا إني بكلم نفسي وبرد على حد محدش سامعه غيري. لو في يوم سمعت حد بيناديك باسمك في وقت غريب أو مكان فاضي، متردش حتى لو كان صوت أقرب حد ليك، علشان يمكن اللي بيناديك مش عايزك ترد، هو عايزك تجيله بنفسك.